بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي جرى اليوم في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المالي؟ اللي حصل إنه المنتخب المغربي نزل متحمس جدا عشان خاطر يكسب، وكبس في الشوط الأولاني عشان خاطر يكسب، حتى حصل على ضربة جزاء أراها ضربة جزاء مثيرة للجدل، يمكن أن تحتسب ويمكن ألا تحتسب، لكن الحكم عاد فيها إلى الفار ثم عاد إلى الملعب مبتسما وقال إنها ركلة جزاء. عندما دخل إبراهيم دياز ليصوب الكرة، صوب في عكس اتجاه الحارس ودخلت الكرة المرمى، وتهلل المغاربة وقالوا إننا كسبنا المباراة، وظننت أنا أيضا ذلك، غير أن ذلك لم يحدث لسبب غير معروف إلا أن يكون ضربة جزاء احتسبت في الشوط الثاني ليتعادل المنتخب المالي. طب ما هي الحصيلة النهائية؟ الحصيلة النهائية أن هناك مجموعة من التغييرات التي أجريت. بدأ أيوب الكعبي اليوم ولم يكن موفقا من وجهة نظري. أنا سعدت جدا بنزول أيوب الكعبي لأنه لاعب يلعب لعب مباشر. أنا أحب دائما اللاعبين الذين يلعبون لعب مباشر، وأيوب الكعبي من اللعيبة اللي بتلعب لعب مباشر، فكنت فرحا جدا لأنه لعب هذه المباراة، غير أنه لم يكن موفقا. ينزل يوسف النصيري. يوسف النصيري كان اخطر. يوسف النصيري ميزته ان هو بيلعب الكره من اول لمسه، يعني يوسف النصيري بياخد الكره ويلف برضه. يعني ايه؟ يعني يوسف النصيري عنده الميزه دي، ان النصيري من اللعيبه اللي هي ما بتعجنش كتير بالكوره، يعني هو بياخد الكوره بيلف بنفسه وبيشوط على طول. لعبته هو يوسف النصيري كده يعني، فعشان كده هو مهاجم مؤثر وان كان احتياطي. يعني ان كان يوسف النصيري احتياطي فهو مهاجم مؤثر. ابراهيم دياز خد انذاره، دي الحاجه اللي مش كويسه في الماتش، لكن هو رقص كتير وكان له دور مؤثر جدا في، يعني كان عنده كميه كبيره جدا من المراوغات، يعني من اكتر اللعيبه اللي بتعمل دريبلينج في البطوله دي يوسف النصيري. يوسف النصيري وابراهيم دياز، لكن ابراهيم دياز اكتر منه كمان، لان ابراهيم دياز لاعب يحب المراوغه، يفضل المراوغه على غيرها. يعني لو ادوا اختيارات ما بين ان هو يراوغ او يمرر فسيختار المراوغه، لكن المهم ان تكون هذه المراوغه في خط سير الاحداث. يعني المهم ان المراوغه دي تكون مفيده للفريق، المهم انها تكون بتعمل حاجه، المهم انها تكون بتؤدي دور، المهم انها تكون بتوصل للجون. فهل ابراهيم دياز مراوغاته بتوصل للجون؟ قال مراوغاته في النهايه مفيده، لكنه هو في النهايه لعيب خطير، لعيب خطير بسبب قدرته على المرور من الخصوم، ان هو يستطيع ان هو يمر من الخصم ايا كان الخصم اللي قصاده. وده كان مهم جدا في هذه المباراه. لكن المباراه على المستوى البدني لابد ان نقول انها حسمت للفريق المالي. الفريق المالي على المستوى البدني كان اكثر جاهزيه، وده بسبب ان الفريق المالي هو الاكثر جاهزيه افريقيا على المستوى البدني. اللعيبه عندهم لياقه ممتازه، لاعبو المنتخب المالي عندهم قدرات بدنيه عظيمه. هذه القدرات البدنيه العظيمه هي التي ساعدتهم بقياده ييفيس بسوما لاعب توتنهام ولاعب برايتون السابق، ومجموعه من اللاعبين منهم يعني مهاجم، وعدد كبير جدا من اللاعبين الذين يحملون اسم ديارة، وعدد آخر من اللاعبين الذين يحملون اسم دومبيا. وكانت المباراة راحة جاية، ولكن المنتخب المغربي كان الأكثر خطورة في المجمل. المنتخب المغربي كان الأكثر خطورة في المجمل، لكن استطاع المنتخب المالي مجاراته خصوصا في الشوط الثاني، واستطاع ان يكون له ندا على الرغم من مهارات لاعبيه العاليه. نزل عبد الصمد الزلزولي ولم يضيف شيئا، والنصيري هو اللي اضاف، انما عبد الصمد الزلزولي لم يضيف شيئا، وبن صغير وهكذا، وكل هؤلاء لم يضيفوا شيئا الا أن يكونوا فقط على مستوى اللاعب الذي نزلوا بدلا، يعني الذي خرج ثم نزلوا هم. يعني لم تكن هناك إضافة واضحة.
على المستوى التدريبي لم يستطع المنتخب المالي أن يضيف أهداف ثانية غير الهدف الذي سجلوه، كما أن المدرب لم يغير إلا في أضيق الحدود، بعكس وليد الرجراكي اللي حاول إن هو يغير نتيجة المباراة عن طريق التغييرات. يظل المنتخب المغربي هو المرشح الأول لصدارة هذه المجموعة قياسا إلى النتائج وقياسا إلى فوزه بالمباراة الأولى، بينما لم يستطع المنتخب المالي إلا أن يتعادل فقط مع فريق زامبيا. في نهاية المطاف يظل كما قلت المنتخب المغربي منتخب قوي طبعا بدون شك، وإن كان يفتقد واحد من أهم مفاتيحه اللي هو أشرف حكيمي، إلا أنه منتخب قوي جدا. يعيبه فقط من وجهة نظري ثغرة في الدفاع، يعني ثغرة بسيطة جدا في الدفاع وثغرة أخرى في خط الوسط، لكن الخط الأمامي خط جيد، وأظن أن المنتخب المغربي سيذهب بعيدا في هذه البطولة. شكرا.